انا لحد النهارده كل ما اشوف مطعم برجر فتح بعد نص الليل جسمي بيقشعر. ومهما حد قال لي ان اللي حصل مستحيل، انا عندي دليل واحد، ان الوحيد اللي خرجت من المكان ده حي. لو انت لسه جديد في القناه او لسه جديد في القناه، فما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت بقى نعمل لايك للفيديو دوت عشان نبين لاستاذ يوتيوب ان احنا متفاعلين مع الفيديوهات ديت. ويلا بينا نكمل وعلى بركه الله. انا اسمي محمد، وده اللي حصل من حوالي 4 سنين. وقتها كنت بدور على اي شغلانه عشان اسدد ايجار الشقه. صاحبي قال لي في مطعم قديم على اول الطريق الزراعي اسمه مطعم بيلي، المرتب حلو والشيف اللي ماسكه راجل كبير في السن، بس الناس كلها بتقول انه غريب شويه. وانا طبعا ضحكت، قلت له يعني ايه، هو بيطبخ البرجر بالعفاريت؟ ضحك هو كمان، بس بعدها بصلي وقال بص، لو اشتغلت هناك ما تقعدش بعد 12 بالليل مهما حصل. افتكرتها هزار. رحت تاني يوم. المطعم كان شكله غريب فعلا، اللافتة قديمة والإضاءة نصها بايظ وكل حاجة شكلها واقفة عند التسعينات. استقبلني راجل تخين شعره أبيض وعين الشمال زي ما يكون فيها حاجة غريبة كأنها ميتة. قال لي انت محمد؟ قلت له ايوه. ابتسم وقال انا بيلي. من اول لحظة حسيت ان ابتسامته مش مريحة. المكان من جوه كان نضيف جدا بس فاضي، مع ان الساعة كانت 7 بالليل، مفيش ولا زبون. قلت يمكن لسه بدري. ابتديت الشغل. الغريب ان اول زبون دخل الساعة 11:58 دقيقة بالظبط. بصيت على الساعة، دخل راجل طويل لابس بالطو اسود رغم الحر. قعد من غير ما يبص علينا. بيلي قرب منه وقال بصوت واطي اوعى تبصله في وشه. قلت ليه؟ قال اعمل اللي بقولك عليه. خد الاوردر بنفسه، كان عبارة عن برجر ني. ايوه ني، اللحمة من غير ما تستوي. انا افتكرت انه بيهزر بس لا. حط قطعة لحمة ني في العيش وحط معاها شوية صوص ووداها للراجل. الراجل اكلها في اقل من دقيقة وبعدين قام ومشي. واول ما خرج بيلي خد نفس طويل كأنه كان حابس نفسه. قلت له هو ده طبيعي؟ قال ما تسألش. بعدها ب10 دقايق دخل 2 وبعدين 3، كلهم بعد نص الليل، كلهم نفس اللبس تقريبا، كلهم طلعوا لحمة نية. ولا واحد فيهم كان بيتكلم، ولا واحد كان بيبص في وشنا. اللي كان مرعب بجد ان ولا واحد منهم كان ليه صوت خطوات كأنهم بيزحفوا على الارض. انا حاولت اقنع نفسي اني بتخيل لحد ما شفت اول حاجة مستحيل انساها. واحدة ست كانت قاعدة بعيد، وقعت منها الشنطة. رحت اجري اديها لها. اول ما ناديت يا مدام لفت وشها. انا اتجمدت. وشها كان من غير عينين، مكانهم مجرد جلد، ومع ذلك كانت بص عليا. رجعت لورا وانا مخضوض. بيلي شدني بعنف وقال انت عملت ايه؟ قلت هي. قطعني وقال اوعى تكلم اي زبون بعد الساعة 12. بعد ما مشيت الست بيلي فضل ساكت والمطعم قفل. قال لي لو عايز تكمل شغل يبقى تنفذ القواعد. طلع لي ورقة قديمة مكتوب فيها 5 قواعد. أول قاعدة ممنوع تبص لأي زبون أكتر من 5 ثواني. تاني قاعدة لو حد ناداك باسمك ما تردش. تالت قاعدة لو سمعت طفل بيضحك من المطبخ اقفل ودنك. رابع قاعدة لو عدد الزباين بقى 7 يطفي كل النور. 5 قاعدة لو شفت رقم 13 على أي فاتورة اهرب. أنا ضحكت، قلت له ايه الفيلم الرعب ده؟ مردش. تاني يوم رجعت والفضول كان واكلني. فضلت كل حاجة طبيعية لحد الساعة 12. بعدين دخل أول زبون، بعده التاني، بعده التالت، كلهم نفس المنظر ونفس الطلب. فجأة سمعت طفل بيضحك. الضحكة جاية من التلاجة. افتكرت في طفل مستخبي. رحت ناحية الباب. افتكرت القاعدة. وقفت. الضحكة اتحولت لبكاء. بعدين صوت واحدة ست بتقول افتح يا محمد. أنا عمري ما قلت الاسم حد هناك. رجعت لورا. الصوت فضل يعلى. افتح، احنا بردانين، افتح. بيلي كان واقف بيبصلي وبكل هدوء. لو فتحت مش هتقفل تاني. فضلت مكاني وفجأة كل الأصوات سكتت. عدى أسبوع وأنا بدأت أتعود لحد الليلة اللي غيرت كل حاجة. الساعة كانت 12:17 دقيقة. دخل 7 زباين بالظبط. افتكرت القاعدة. جريت أطفي النور. أول ما النور اتطفى سمعت صوت أكل، صوت حد بيمضغ كتير، أكتر من 7، يمكن 50، يمكن 100. المكان كله بقى مليان نفس الصوت. قلبي كان هيقف. بعد دقيقة بيلي ولع النور. المطعم كان فاضي، ولا كرسي اتحرك
ولا طبق نقص. قلت له كان في ايه؟ قال هم كلوا ومشيوا. انا حسيت انه بيتجنن او انا اللي بتجنن. بعد كام يوم حصلت مصيبة، طلعت فاتورة رقمها رقم 13. جسمي تلج، افتكرت القاعدة الأخيرة. بصيت لبيلي وكان واقف بعيد ووصلي وهز راسه يجري. أنا سبت كل حاجة وجريت ناحية الباب، بس الباب مرضيش يفتح. كل ما ألف المقبض يرجع مكانه. سمعت صوت حد ورايا، محمد. استنيت، افتكرت القاعدة التانية. ما تردش. الصوت قرب، محمد احنا جعانين. ما كنتش قادر اتنفس. بصيت في المراية، كانت متعلقة على الحيطة، وشفت اللي ورايا. كل الزبائن اللي شفتهم قبل كده واقفين، بس المرة دي كانوا باينين، وشوشهم كلها متقطعة، عينين سودا وابتسامة طويلة بطريقة مستحيلة. كلهم ماسكين سكاكين أكل. واحد منهم رفع صبعه على بقه، كان بيقول لي شش. وفجأة كلهم اختفوا. الباب اتفتح، خرجت أجري. فضلت أجري لحد الفجر. تاني يوم رجعت وأنا معايا الشرطة، قلت لهم كل حاجة. وصلنا المكان بس مفيش مطعم ولا لفتة ولا حتى آثار مبنى، كان مجرد أرض فاضية مليانة زراعة. قلت للضابط كان هنا والله، بس باستغراب. في راجل كبير كان واقف قريب من الأرض، قرب مننا وقال أنت بتدور على مطعم بيلي؟ قلت له أيوة. سكت شوية وقال المطعم اتحرق من سنة 1989. ضحكت وأنا بتوتر، قلت مستحيل، أنا كنت شغال في الأسبوع اللي فات. الراجل طلع الصورة القديمة من جيبه، صورة للمطعم، نفس اللافتة، نفس الباب، ونفس بيلي. بس اللي خلاني أقع على الأرض إن الصورة كان مكتوب تحتيها آخر الصورة اللي عاملين قبل الحريق. كان فيها 5 أشخاص وأنا واحد منهم. أنا لابس نفس الهدوم اللي كنت شغال بيها، واقف جنب بيلي وببتسم للكاميرا، مع إن الصورة متصورة قبل ما أنا اتولد بسنين. افتكرت إن دي النهاية، لكن لأ. بعدها بكام شهر وأنا بحاول أنسى كل اللي حصل، كنت راجع البيت متأخر. الساعة كانت داخلة على الساعة 12. عديت من شارع عمري ما شفته قبل كده. لقيت لافتة منورة، نور أصفر خافت مكتوب عليها مطعم بيلي. وقفت مكاني، قلت مستحيل. المكان نفسه، ريحة الشوي نفسها، حتى الجرس اللي فوق الباب. كنت همشي لكن الباب اتفتح لوحده. شفت بيلي واقف جوه زي ما هو، ولا كبر يوم. ابتسم لي وقال اتأخرت يا محمد، الزبائن مستنيينك. وقبل ما اجري بصيت على ازاز الباب، شفت انعكاسي. ما كنتش لابس هدومي، كنت لابس يونيفورم المطعم، وعلى صدري بطاقة مكتوب عليها محمد موظف منذ 1989. ومن يومها كل اللي بيعدي بعد نص الليل جنب الطريق ده بيقول إن ساعات بيشوف مطعم صغير فاتح، والريحة طالعة منه تشهي أي حد. ولو دخل هيلاقي شاب واقف ورا الكاشير بيبتسم ابتسامة باهتة ويقول بهدوء تحب البرجر مستوى ايه، ولا زي ما الزباين القدام بيحبوه. لو انت وصلت لحد هنا فما تنساش ان انت تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واتمنى ان تكون القصة عجبتكم، وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.